لحظة، اسمع وياي للأخير، وإذا ما طلعت بفائدة تعال عاتبني. اسمع وياي. نفرت بغلة لأبي جعفر عليه السلام. يوم من الأيام الإمام الباقر عليه السلام عنده بغلة نفرت. إيش قال الإمام؟ فقال عليه السلام: لئن ردها الله علي لأشكرنه حق شكره. فشي عظيم جدا، يعني ضروري ينسمع. إذا الإمام عليه السلام يقول راح أشكر الباري عز وجل حق شكره، إذن ضروري أنا أتعلم الإمام الباقر عليه السلام بيا طريقة راح يشكر. شنو اللي راح يقوله بحيث يوصف هالوصف هذا؟ يقول لأشكرن الله عز وجل حق شكره، لأشكرنه حق شكره. شنو راح يقول؟ اسمع. فعندما أخذها شنو قال؟ الحمد لله رب العالمين 3 مرات. شكرا لله كذلك قالها ايش قد؟ 3 مرات. عجيب. يعني هسه الإمام الباقر عليه السلام يعتبر شكر الباري عز وجل حق شكره؟ اي نعم. شلون؟ لأن هو اللي قال لئن ردها الله علي لأشكرنه حق شنو؟ شكره. فلما أخذها ايش قال غير هذا؟ لا. إذن هو هذا حق شنو؟ شكر الباري عز وجل. حق الشكر هو هذا. الحمد لله رب العالمين 3 مرات، شكرا لله 3 مرات. والله يحفظكم إن شاء الله. والدين والعبادة وكل شي سهل، وما بي تعقيد وما بي صعوبة، بس لا شوية تكلف نفسك وتتعب نفسك أكثر من اللازم بالتفكير وبالسماع الزايد على قولتهم لأي أحد. ركز وشوف ايش قد الدين سهل ومبسطين أهل البيت عليهم السلام، والوصول إلى الله عز وجل سهل وبسيط، بس يراد له من عندك أنت عقيدة ويقين، ويراد له من عندك قلب نظيف. والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يوفقنا جميعا. والكلام جبناه من كتاب مكارم الأخلاق الباب 10 في الأدعية صفحة 226. دمتم بخير وفي أمان الله.